السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن واحسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو، كنشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم، على لي كومونتيرات ديالكم الغزالين. صراحه تيفرحوني بزاف، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد على مسلسلاتكم المغربيه. اليوم اصدقائي وصلنا الحلقه الثامنه من مسلسلكم الشيق والجميل بنات لاله مننا. كيف ما شفتوا أصدقائنا سالات لينا الحلقة فاش فعلا يوسف مشى هز الحالة المدنية، من موراها تصدم اللي قرا الحالة المدنية. علاش تصدم أصدقائي؟ حيت كنت قلتها لكم في الحلقة اللي فاتت، لقى أن في الحالة المدنية مكتوب فيها باللي فعلا جميلة هي الأم، يعني جميلة عطاتها الحالة المدنية باش تدخل الابن ديالها للمدرسة، وفعلا احتاج شي وراق تقدر تخرجهم ليه. ولكن الصدمة انه غادي يلقى ماشي هو اللي الابن ديال جميلة، وانما ياسين هو الابن ديال جميلة. فعلا غادي نشوفوا ان يوسف غادي يتصدم اللي غادي يعرف ان الاخ ديالو هو الابن ديال جميلة، وانه هو فعلا الابن الحقيقي ديال باهية. فعلا غادي يشد ديك الحالة المدنية وغادي يخبيها يغبرها، حيت فعلا لقاها الاخ ديالو عارف داكشي اللي غادي يحس به. غادي نشوفوا انه هو غادي يمشي ديريكت لعند جميلة في المحل ديالها. فهنايا غادي يقول لها باللي الهضره ديالك بصح، ولكن انت راك مشيتي غالطه بزاف، راه ماشي انا هو الابن ديالك. وغادي يقول لها باللي خويا هو الابن ديالك. فهنايا غادي تقول له لا ما يمكنش هذا الشيء هذا. غادي تقول له انا كان كيسحب ليا بلي انت هو ولدي. غادي يقول لها انا لقيت الحاله المدنيه وراه ماشي انا هو ولدك. وفعلا غادي نشوفوا انا جميله غتبدا كتبكي، وغادي تقول له انا كان كيسحب ليا بلي انت هو ولدي. ولكن اصدقائي هو ما غاديش يقول لها بلي خويا ياسين هو ولدك، وانما غادي يخبي عليها الامر، حيت غادي يخاف انها لا تمشي وتقول له الحقيقه. وغادي نشوف ان جميله غتبدا كتبكي، وغادي تقرر انها فعلا تلقى الابن ديالها وتمشي عند باهيه وتسولها فين هو الابن ديالها الحقيقي. في نفس الوقت غادي يرجعوا لنا اصدقائي المنانه اللي غادي تقرر انها تبقى في العروبيه، وهذا الشيء كامل باش تقدر تسترجع الارض ديالها. فعلا غادي نشوفوا انها بعد ما شافت داود تصدمات، حيت فعلا ما كانش كيسحاب ليها بلي داود زوج باتول. وباتول اصدقائي هي اخت او زوجة الاخ ديال الزوج ديالها. فعلا غادي نشوف اصدقائي ان منى غادي تبقى تما، وحتى بناتها ما غاديش يبغيو انهم يرجعوا، غادي يقرروا انهم يبقاو مع ماماهم. فعلا المدني ملي غادي يشوف ان رحيم وما رجعاتش غادي يهز بنته نجلاء وغادي يمشي يوصل عليها. ملي غادي تشوفهم غادي تقول لهم ليش جايين حتى نتوما لهنا، فغادي يقول لهم انا جاي باش نشوفك رحيم، وحتى بنتك بغات انها تشوفك رحيم، وغادي تفرح بزاف حيت جاو. هنا فين غادي نشوفوا ان نجلاء غادي تلاقى بحاتم. حاتم اصدقائي اللي غادي تشوفوا لاول مره وغادي يعجبها بزاف. حاتم حتى هو غادي يشوف نجلاء، فغادي نشوفوا انه غادي تعجبو، وهنا غتبدا علاقه حب بيناتهم. وفعلا غادي يبقى يحاول يتقرب منها باي طريقه. غادي يقول لها باش يمشيو يسقيو الماء حيت هما في العروبيه. وفعلا هي غادي تقول له واخا غنمشي معاك، ولكن المدني ما غاديش يبغي. غادي يقول له واش انا قدامك وانت كتقول لبنتي تمشي معاك تسقيو؟ فهنا من انا غادي تقول له شنو فيها، راه ما فيها والو، راها حتى هي حتى هو راه واحد من العائله. فهنايا فعلا غادي يخليهم يمشيو واخا المدني ما باغيش. في نفس الوقت غادي يرجعوا لينا لشامه. شامه اللي فعلا بقات مع الام ديالها ونسات بنتها اللي كاينه في السجن. غتخرج بنتها وفعلا غتمشي مع الاب ديالها عماد للدار. ملي غادي تمشي معاه غادي توحش ولدها بزاف، يعني غتخرج ملي ما لقاو عليها حتى شي تهمه. ملي غادي توحش الابن ديالها بزاف غادي تقرر انها ترجع لعائله الزوج ديالها، وهادشي باش تجيب الابن ديالها. غادي نشوفوا ان فعلا غادي ترجع للدار ديال الزوج ديالها، وغتهرب الاب ديالها عماد ملي غادي يلقى ان البنت ديالو هربات غادي يصوني لشامه، وغادي يقول لها باش انها ترجع دابا. شامه فعلا بلا ما تفكر جوج المرات غادي تمشي ترجع باش تقلب على البنت ديالها. في نفس الوقت غادي نشوفوا كذلك ان باهية حتى هي غادي ترجع لحقاتيش الابناء ديالها. غادي يصوني ليها الابن ديالها يوسف، وغادي يقول لها بلي عرف الحقيقه كامله، وهي غادي تضطر انها ترجع حيت غادي تخاف انها لا تضيع ولادها. وهكذا غادي تبقى غير رحيمو المدني مع منانا. وغادي نشوفوا ان باهيه فاش غادي ترجع فعلا غادي يواجهها الابن ديالها بالحقيقه، وغادي يقول لها انا عرفت كلشي وعرفت باللي ياسين هو الاخ ديالي غير من بابا، وباللي الام ديالو هي جميله. فهي غادي تقول له بلي هاد الهضره هادي راها بصح، ولكن الاخ ديالك ما خاصوش يعرف حيت الا غير عرف غادي يدمر. فهنايا غادي يقول لها يوسف بلي هو غادي يخبي عليه الحقيقه وما غادي يقول له حتى شي حاجه.
بنفس الوقت غادي نشوفوا أصدقائي ماجدة اللي هي البنت ديال شامة واللي كترافق مع واحد كبر منها، يعني واحد كيقرا معها ولا أستاذ ديالها كبر منها بزاف في العمر. رغم ذلك هنا هادشي غادي يبدا يجيب ليها الشبهات في لافاك اللي كتقرا فيها، وهنا الناس غادي يبداو كيهضروا فيها وهي ما غاديش تبغي هادشي هذا، فغادي تقول له من الأحسن أننا نتفارقوا وهو ما غاديش يبغي يفرقها بمرة. وغادي نشوفوا كذلك ان باهيه فاش غادي ترجع غادي تمشي ديريكت عند السعديه، وغادي تقول ليها بلي الابن ديالها ابراهيم عرفاتو فين كاين، حيت هي لقات داود، وغادي تقول لها راهم كاينين في العروبيه. فهنايا السعديه بدون تفكير غادي تهز راسها وغادي تمشي ديريكت عند منانه العروبيه. ملي غادي تدق على منانه وغادي تحل عليها، غادي تصدم ملي غادي تلقى ان الابن ديالها كاين تما. الابن ديالها ما حاملهاش حيت غادي يقول ليها بلي انت تخليتي عليا سنوات هادي وفعلا ما عمرك ما سولتي فيا. فهي غادي تقول له بلي انا ما عمرني ما تخليت عليك، وكنت كنخدم في الديور وكنخدم عند الناس صباح وعشيه غير باش نعيشك. واحد النهار الاب ديالك هزك ومشى هرب، وما عمرني ما بقيتش شفتك، وقلبت عليك بكاع البلايص. فهنايا ابراهيم ما غاديش يكون حامل الام ديالو، حيت فعلا الاب ديالو داود عمر له راسو مزيان على الام ديالو. في نفس الوقت غادي نشوفوا اصدقائي عالي اللي فعلا عايشه القرشيه عمرات له راسو مزيان. غادي يقدر يجيب ليها العنوان ديال الشخص اللي غادي يتزوج به رحيمه، وغادي تمشي لعنده غادي تقول له بلي انا نعطيك بزاف ديال الفلوس، ولكن في المقابل انك ما تطلقش رحيمه، تبقى مزوج بها وتعكس ليها في الطلاق. فهنايا هو غادي يوافق وغادي ياخد من عنده الفلوس. في نفس الوقت عالي يعني حيت شامه بعيده عليه بزاف غادي يقرر انه يخدم في الخدمه اللي قالت ليه عايشه القرشيه، يعني انه يحرك كيف قلت لكم من قبل. وفعلا غادي يوافق وغادي يبدا يستعد لاول مهمه ليه، وفعلا فاش غادي يمشي غتعطيه الفلوس، ولكن هو غادي يشدوه في الطريق حيت اصلا ما عارفش في داكشي. وفعلا غادي يحيدوا له الكاميو وغادي يزيدوا يشدوه للسجن. هكذا شامه غتصدم ملي غادي يعاودوا يشدوا ليها ثاني راجل اخر. وفي نفس الوقت غادي نشوفوا ان ال- الزوج ديالها الاول حميد اللي هو الاب ديال نجلاء، عفوا ديال مجدة، غادي يبان. وغادي نشوفوا انه غادي يجي عند البنت ديالو مجدة وغادي يقول لها بلي انا هو الاب ديالك الحقيقي. وغادي نشوفوا ان مجدة غتصدم ملي غتشوف الاب ديالها قدامه، وفي نفس الوقت غادي تطير بالفرحه وغتبقى تلاقى مع الاب ديالها من مورا ظهر الام ديالها. شامه غادي تعيق بنتها بلي ماشي هي هذيك، فغادي تبدا تتبعها. ملي غادي تتبعها غادي تصدم ملي غادي تشوف حميد جالس مع البنت ديالها، يعني رجع بعد سنوات. فهنايا غادي نشوف ان شامه غادي تقول شنو كدير مع ولدي، مع بنتي عفوا. فهنايا غادي نشوفوا ان ماجده غادي تدور فيها وغادي تقول لها سنوات وانت كتوهميني بلي الاب ديالي مات، يعني الاب ديالي مازال عايش وما مات ما والو. فهنا شامه غادي تصدم حيت بالظهور ديال حميد الزواج ديالها بعلي يعني ما داخلش، حيت الزوج ديالها رجع بعد سنوات. المهم اصدقائي بهذا غادي نكون وصلت لنهايه لا فيديو. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم وعلى الكومونتات ديالكم الغزالين، وتبارك الله عليكم، ونضرب لكم موعد فيديو جديد وحلقه جديده.